السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أهلا وسهلا متابعين الكرام، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أهلا وسهلا بكم النهاردة مع فيديو جديد بقدمه لكم من مطبخ حلة وبوتاجاز مع أم عمر. يلا بينا يا حبايبي يا غاليين نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن إيه وإيه وصفة النهاردة الجميلة اللي أنا هقدمها لكم، وقد إيه هي سهلة وسريعة وجميلة وكمان موفرة غير مكلفة ليكي يا حبيبة قلبي. اولا كده ومبدئيا، لاول مره يشوف قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس عشان يصلكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف الوصفه الجميله القمر دي بتتكلم عن نفسها ازاي وقد ايه طلعت جميله وكمان سهله وبسيطه. بصي يا حبيبه قلبي، مبدئيا كده دي وراك من الفراخ، دي وراك فراخ عملتها حمام. ده الحمام الكذاب، الحمام الكذاب. بصي كده معانا حلة على النار فيها زيت، حلة على النار فيها زيت. هبدأ بقى الرز بتاعنا اكون غسلاه كويس جدا ومصفياه بالمصفى من المية اللي فيه، وبعد كده انزل بالرز على الزيت وابدأ بقى ايه اشوحه واقلبه كده كويس جدا بحيث ان يطلع معانا اللهم بارك زي ما احنا عايزينه بالظبط، والنتيجة مطلوبة واكيد. ببدأ بقى اشوح الرز كده زي ما انتم شايفين في الزيت، اشوحه كده شمال ويمين لحد ما يديني اللون المطلوب او الدرجة المطلوبة من اللون اللي انا عاوزاه، بحيث ان انا اقدر احصل على الرز المفلفل او الرز المحمر اللي انا احتاجه لحشوة النهاردة. معايا بقى الكبد والقوانص، طبعا مش كمية، هما حوالي كبتين وقنصتين كانوا موجودين عندي في الفريزر، فحبيت استغلهم فطلعتهم كده مع قرنين فلفل من الالوان. الفلفل الالوان احمر اصفر اخضر، الموجود عندي كان الاصفر والاخضر، حبيت استعملهم قطعتهم بقى مكعبات. وقطعت برضو الكبد والقوانص بعد ما غسلتها كويس جدا مكعبات. وابدا بقى اشوح في الرز بتاعي النهارده كده لحد ما يديني اللون المطلوب او الدرجه المطلوبه. تمام يا حبايبي، هبدا بقى كده اقلبه مع بعضه كده بالشكل دوت. طبعا في الوقت دوت كنت بقطع الفلفل والحاجه ومجهزاها جنبي، والتوابل برضو كنت مجهزاها بحيث ان انا ايه كل حاجه تبقى معايا جاهزه زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهوت. ببدأ بقى اجهز كل حاجة، التوابل الفلفل الكبد والقوانص. الرز بشوحه لحد ما يديني زي ما قلت لكم اللون المطلوب او الدرجة المطلوبة، بحيث انه يطلع معايا اللهم بارك ممتاز وجميل وقد ايه بيطلع كويس جدا. بالشكل دوت بقى كده في الوقت دوت كان خلاص الرز بيتحمر اهوت. عايزه اقولك على ملحوظه حلوه، ان انت النار بتاعتك بتكون متوسطه مش عاليه عشان ما يتلسعش منك بسرعه. وفي الوقت دوت كان معايا برضو بصلايه كبيره مفرومه ناعم، خدت منها معلقه صغيره كده ضفتها على الرز. عايزه اقولك الله على الريحه وعلى الطعم لما ضفت معلقه البصل النيه دي كده على الرز جميله جدا اللهم بارك، بتديكي ريحه جميله جدا وكمان طعم جميل جدا. ضفت بقى الفلفل الالوان مع الكبد والقوانص والتوابل وضفت كله كده مع بعض وشوحتهم تشويحه كده مع بعض. ابدا اشوحهم بقى كويس جدا مع بعضهم، وبعد كده بنزل عليهم بالميه واعد بقى للرز بتاعنا لحد ايه نشوف تسويته عامله ازاي. بصي بقى يا حبيبه قلبي، التركيه اللي معانا برضو ان تسويه الرز ما بيكونش تسويه كامله، بيكون نص تسويه، ان هو ولا ينفع ان انت تاكلي منه على طول ولا ينفع ان هو يكون شادد قوي اللي هو الحصى. بالعكس انت بتحطي الميه بس يا دوبك تغطيه، وبعدين تديله تقليبه كده مع التوابل بتاعته وتحطي له الملح، وبعد كده بتغطي عليه. ما بيتغبيش عليه حاجه، هو بمجرد 5 دقايق بيكون اتشكشك كده وخلاص وتشرب. بتقلبيه وتروحي طافيه النار عليه، ما بتسيبوهوش ولا حاجه على النار تاني. تمام كده، ادي كده خطوه الرز خلاص خلصنا منها. نخش بقى على الحمام الكداب بتاعنا او اللي وراك القمر دي. اللي وراك دي انا جبتها مخليه من عند الفرارجي او بتاع الفراخ. قلت له انا عايزه وراك حمام كداب، راح هو جهزها لي بالشكل دوت كده. انت بتروحي وبتقولي له على طلبك وهو بينفذهولك. تمام. طبعا انا ما عملتهاش معاكم لان انا جايباها من عند الفراجي جاهزه، مش عاملاها في البيت ولا حاجه. هبدا بقى كنت طبعا غسلها كويس جدا ونقعاها بملح وليمون وخل، وبعد كده شطفتها وحطيتها في المصفى تصفت. وبعد كده بقى باجي على الخطوه اللي بعد كده، اللي هي البصلايه كبيره متوسطه او بصلايه كبيره حسب الكميه اللي موجوده معاكي يا حبيبه قلبي. بفرمها بقى ناعم خالص في الكبه او على ايدي او ايا كان، تفرميها ناعم خالص، وبعدين تحطي عليها حبه فلفل اسود مع حبه ملح. ويا سلام بقى لو حبهان ناعمين او مطحونين في الخلاط، وتيجي بقى تقلبهم كده مع بعض، وبعدين تتبلي بيها اللي وراك بتاعتك. تبداي بقى تتبلي بيها اللي وراك من بره ومن جوه كده ومن بين الفخاد كده ما بين الجلد واللحم. عايزه اقول لك بتبقى طريقتها جميله جدا وريحتها كمان في التسويه بتبقى ولا اروع من كده.
بعد كده بقى خطوه الرز بعد ما طفينا عليه النار، زي ما قلت لك النار بتاعته بتكون متوسطه ما بتكونش عاليه. دوبك يتشرب بس الميه كده، وتطفي عليه تقلبيه وتطفي عليه وتسيبيه 5 بس كده يرد في بعضه بعد ما بتطفي النار. وهذا بقى الرز كده انا قلبت، شايفين جماله وسلام على ريحته بقى، جميله جميله جدا فعلا. ببدأ بقى انقله في طبق تاني بحيث ان هو يبرد، يعني عشان يبرد واقدر احشي بيه الحمام اللي موجود معايا، ما يكونش سخن في ايدي او حاجه. شايفين الجمال والحلويات. طبعا انا عامله كميه كبيره من الرز مش على قد الحمام بس، بحيث ان انا لما باجي بقى اغرفه كده في الاطباق احط بقى شويه رز مع الحمامه كده، بتبقى يا سلام جميله جدا. عايزه اقول لكم كمان في اليوم اللي زي كده اما يكون عندي حمام او ايا كان بقى، حمام كداب او بط محشي، بعمله برده بطريقه جميله، هبقى اعملها لكم على القناه وانزلها لكم. بروح بقى عامله كده زي ما انتم شايفين، احشي بقى الوراك بالشكل دوت كده. الحمام بتاعتنا احشيها كويس جدا بالرز. وزي ما قلت لكم في اليوم اللي زي كده مش بعمل اكل بقى، مش بعمل طبيخ، مش بعمل ملوخيه حاجات من دي، لا هو بس بيكون الاكله ديت مع طبق لسان عصفور مع طبق سلطه كده وحبه خضره وحبه مخلل، ويبقى الف هنا بقى اللي اكل واللي هياكل من الوصفه الجميله دي. طبعا بمسك بقى كده الورك معايا بعد ما بحشيه كويس جدا، وابدا اظبطه واضم بقى الجلد كله على بعضه وابرمه. طبعا حبيبه قلبي لو مش متاح عندك زي ما انا بعمل كده بالظبط، ما كانش متاح عندي الاسترتش راب او الأكياس الغذائيه، فرحت بقى جبت ايه السلاكه او عصايه الشيش طاووق، طبعا بكسرها وابدا بقى ايه استعملها كده، او خله السنان، واروح بقى جايباها بالشكل دوت كده وعاملاها ايه في الوراق، ابدا ادبسها. شفت زي ما تكوني بتخيطي حاجه كده عكس عكاس او خلف خلاف، وابدا بقى ادبسها كويس بحيث ان الرز ما يقعش من قلبها وتطلع معاكي اللهم بارك نتيجه ممتازه. عايزه اقول لكم فعلا انا لما دبستها كده وظبطتها، اللهم بارك ما فرطتش رز خالص. شايفين ما شاء الله عليها الحمامه، يعني ما شاء الله كبيره ومليانه، وكمان مشبعه قد ايه. يعني ولادي عجبتهم لما عملتها لهم، وفعلا ما حبيتش اضيع الفرصه دي واصور معاكم الفيديو واوريكم انا عملتها ازاي. طبعا انا لفيتها في الاكياس كده، اكياس تلاجة، لان ما كانش متاح عندي اوراق الفويل. فبعد كده بصراحه ما اكدبش عليكم شلتها تاني من الكيس، ما عجبتنيش، فسويتها على كده من غير كيس ومن غير ورق فويل ولا اي حاجه خالص، على كده وخلاص في الشوربه. وعايزه اقول لكم ما وقعتش رز كتير ولا حاجه، حاجات بسيطه خالص. بصي برضو يا حبيبه قلبي في الوقت دوت كنت انا مولعه على الميه او على الشوربه، حاطه حله فيها ميه على النار، وحاطه فيها بصل وطماطم وورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وحطيتها بقى الشوربه تغلي على البوتاجاز. عبال ما اخلص حشو الحمام الجميل دوت بيكون خلاص هي الشوربه غلت وسقتهم فيها. طلعتهم بقى من الشوربه وحمرتهم كده التحمير الجميل دوت. وبألف هنا على قلوبكم حبايبي متابعين الغاليين. يا ريت ما تنسونيش في الشير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان اقدر اقدم لكم كل ما هو جديد. طبعا عشان نقدر نوصل بالقناه القمر بتاعتنا دي المكانه كويسه جدا ترضينا وترضيكم. طبعا بعد ما حمرته بالشكل دوت زي ما انتم شايفين اللهم بارك، نتيجه كانت جميله جدا، نتيجه ترضينا وترضيكم، وقد ايه كانت الوصفه جميله. واتمنى طبعا ان هي تعجبكم وتطبقوها بنفس حركات وتكات ام عمر من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر، وتقولوا لي ايه رايكم وقد ايه طلعت معاكم وعامله ازاي. فعلا جميله جدا جدا وشيقه وطعمها لذيذ، هتعجبكم لما تجربوها ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان هي فعلا مشبعه ومليانه، يعني مش زي الحمام كده مش بيبقى فيه لحم كتير ولا حاجه، لا ما شاء الله بقى اوراق كبيره انا كنت جايباها واشتغلت عليها بالشكل دوت كده، وزي ما شفتوها معايا في الفيديو من اول الفيديو لاخره قد ايه طلعت جميله وبالشكل الاخير دوت. طبعا اشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد من فيديوهاتي من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.